انت عندك لعيبه ما عندهاش جمهور وتستحق جمهور. انا لو في تاريخ لبيراميدز قعد سنتين كمان ممكن ابقى من جمهور بيراميدز. انا بشجع الزمالك، اشجع ريال مدريد، بشجع ليفربول، ما من كل ده بتشجع بقى سان داونز، الاسماعيلي في قلبي برضه. بتشجع سان داونز وبتشجع المصري. اي حد بيلعب ضد الاهلي جمهور الزمالك. طب انا اقول لك على حاجه، انت عندك لعيبه ما عندهاش جمهور وتستحق جمهور. انا لو في تاريخ لبيراميدز قعد سنتين كمان ممكن ابقى من جمهور بيراميدز، لان راجل بيسعى، لعب في خد كاس، لعب ما عندوش اي جمهور واحد بيعرف. انا عندي ماتش يعني تسيب تشجيعك للزمالك. انا معايا جماهيري، انا معايا ماتش الزمالك، لما الاقي لعيبه تستحق تشوف جماهير كده في الملعب وما بتقدرش تفور وتطلع كل اللي جواها، خلاص انا اشوف فريق بيقدر يسعى. بس تاريخ الزمالك كبير، اللي انا ده حبه ليه من جواه. بس ممكن يعني انا بشجع الزمالك، اشجع ريال مدريد، بشجع ليفربول، ما من كل ده بتشجع بقى سان داونز، الاسماعيلي في قلبي برضه. بتشجع سان داونز وبتشجع المصري. اي حد بيلعب ضد الاهلي جمهور الزمالك. طب انا اقول لك على حاجه، يا بيراميدز ازاي هيتخصم منه 6 نقط لو ما حضرش بس سيراميكا؟ ما هو عنده ظروف قهريه برضه، ده هو ظروفه اصلا اقرب من الاهلي، انه المفروض عنده ماتش افريقي، المفروض يطبق عليه اللائحه ده. عاجبني دفاع جمهور الزمالك عن بيراميدز، يعني غريبه. انا شايف ان انت تعبت، انا ما تعبتش، انا ما عملتش صفقات، انت راجل صرفت فلوس وعملت ولاعيبه اجتهدت. انا ما عنديش لعيبه مجتهده، انا عندي مصطفى شلبي ولا ناصر ماهر اللي بيتعالج ولا زيزو اللي بيتعمل ولا